سلسلة مهمة بالنسبة لفريق اتلتيك بيلباو. ديما يعتمد على الدفاع، لابورت يعود، الفاريز يراعي في محور الدفاع. نعم. بالنزياغا في الجهه اليسرى، ودي ماركوس، عوده دي ماركوس مهمه كذلك في الجهه اليمنى. في وسط الملعب لاعبين مهمين في عمليه الارتكاز وفي عمليه افتكاك الكره. اليوم عندهم دور كبير، يتراسبي مع اللاعب بنيات في وسط الملعب. زياده على غارسيا يكون ثالث لاعب، يكون دائما وراء ادوريس كمهاجم ثاني، لكن في العمليه الدفاعيه يعود الى وسط الملعب بالاضافه الى ويليامز، لاعب شاب، لاعب مهاجم سريع يلعب في الجهه اليمنى، لاعب عنده السرعه وعنده المهاره، ممكن يخلق متاعب اليوم لمارسيلو. انا مارسيلو عليه ان ينتبه اكثر لهذا اللاعب. والليك في الجهه اليسرى، والمهاجم الخطير دائما ادوريس عندما يكون موجود تكون عند خطوره موجوده. لاعب هداف، لاعب صحيح انه 36 سنه، لكن عنده امكانيات كبيره الاخضر في عمليه تسجيل اهداف، في عمليه موضوع قوي البنيه، وبالتالي ممكن اليوم يخلق متاعب لناتشو وراموس. وبالتالي اظن مباراه صعبه دائما مباراه في صمامات صعبه، مباراه صعبه خصوصا مع الضغط، مع تحفيز الجمهور، حتى مدرجات قريبه من ارضيه الملعب، مدرجات انجليزيه دائما حتى العمل